أنا نيمو. اي نيوز هنتكلم في مواضيع كتير جدا هتعجبكم، وهنتكلم على أخبار بتحصل في مصر وبره مصر. تابعونا. بيحبوا الكورة جدا وبيعملوا كل حاجة عشان يعرفوا يزودوا مهاراتهم في الكورة. تعالوا نشوف مع بعض جون وإدوارد وإيه حكايتهم مع الكورة. Yo elegí el camino del fútbol porque eso me nacía cuando yo era pequeño y de ahí comencé yo a tener un balón. Bueno, mi papá me compró un balón y yo lo comencé a dominar. Y de ahí yo dije, chuta, yo soy bueno para el fútbol. Yo le dedico los goles primeramente al flaco de arriba que me ha cumplido bastantes cosas que yo también le he pedido. A mi papá lindo que es Dios, a mi papá verdadero que ese fue que me engendró, mi mamá. Y también al profesor y a todo el equipo. Para mí es como el fútbol, lo más grande. Mi mamá es como la pelota que nunca perdí, pero algún día se me va a ir y la va a perder y me van a meter un gol también por eso. Yo siento una pasión y el amor por el fútbol. Tras eso yo pienso que cuando estoy jugando al fútbol, siento que el arco es mío, que estuviera en mi casa, así. Y que estuviera sobre todo ahí en un estadio grandote, en una final, así, con bastante gente. Cogí el camino del fútbol por lo que yo creo que eso me va a dar mi futuro. Y también yo cogí el camino del fútbol por lo que no quiero invertirme en malos pasos. El mayor obstáculo es sobre el apoyo de mi padre. Mi padre no me apoya para nada el fútbol. Y he tenido que luchar contra ese obstáculo. Por eso, o sea, de que es mi padre, yo lo quiero, pero para el futuro son poder sacar a mi familia adelante, que mi mamá se sienta bien. Uno tiene que echar para adelante y mirar hacia el futuro. Nunca baja los brazos por lo que uno va a hacer y lo que soñaste tiene que cumplirlo en realidad. El camino que yo quiero tomar es ser futbolista y ser el mejor de todos. Todos mis hinchas, este triunfo se lo dedico a mi mamá que está en el cielo. Gracias Diosito, gracias mamá. Gracias. Están grabando. منتخب مصر بيلعب في تصفيات كأس العالم. ايه رأيكم في المدرب؟ رأيي في كوبر مدرب يعني ان هو مدرب ذكي، وان هو كمدرب يعني عنده خبرات يعني قديمه كويسه. ان شاء الله يعني كوبر في المستقبل يدخلنا كاس العالم، ولو ما دخلناش كاس العالم بنطالب ان احنا نشيله ونجيب حسن شحاته، عشان حسن شحاته ان شاء الله هيدخلنا كاس العالم، عشان انا واثق في حسن شحاته. انا شايف مدرب المنتخب كان مش حاطط ثقه في اللعيبه بتاعته، تمام، بس انا شايف ان هو ذكي جدا وكان قوي الدفاع جدا يعني. كوبر مدرب كويس، بس خططه غريبه، يعني بيلعب خطط تحسش ان هي ملائمه للفريق، يعني مش ماشيه مع طريقه الفريق. رايي في كوبر ان هو كان يعني غير متوقع خالص. الناس كانت داخله بتهاجمه قوي في اول افريقيا كده، بس مع النتائج الناس بدات تحس ان يعني اوكي، ما ايا كان انت بتعمل ايه احنا بنكسب، فاحنا معاك. واحنا في 2017، يا ترى لسه في ناس بتشوف افلام ابيض واسود؟ ولو ايه اكتر فيلم بتحبه؟ بشوف افلام ابيض واسود يعني ساعات. اخر فيلم اتفرجت عليه كان اللي هو بتاع اسماعيل ياسين في البحرية. الحته اللي عجبتني فيه اللي هي بتاعت اما بيقولوا شغلتك على المدفع برم، دي عجبتني قوي يعني. لا انا اخري مطب صناعي يعني مش بشوف افلام ابيض واسود. الزوجة ال14 هو راجل كان قاعد يتجوز 13 واحده، وكل شويه يطلع واحده يتجوز واحده، وبعدين في الاخر جت واحده بقى عرفت ان هو يعني يتجوزها، وبعدين هي عرفت ال13 اللي قبليها فقررت تربيه بقى، فجابت ال13 كلهم في مره وزنقته بقى وكده. مش بشوف افلام ابيض واسود، لا. بحبها قوي. اسماعيل ياسين ده اللي هو كان راح البحريه او حاجه زي كده، وكل شويه البنطلون يقع منه. الفيلم ده يعني. ايفون عملت خدمة جديدة عشان تعرف الأماكن في البيت اللي فيها تغطية كويسة للإنترنت، عشان تقدر تستمتع بالنت بدون أي مشاكل. الكينج محمد منير هيعمل حفلة غنائية في جامعة القاهرة خلال أيام، ودي هتبقى تاني حفلة لمنير جوه جامعة القاهرة. دلوقتي تعالوا نشوف جايبين لكم ايه الفقرة اللي جاية، يا رب تعجبكم.
أنا اسمي فخر الدين، سني 16 سنة، من المنصورة. هواية الرسم والأفضلية ليا هي رسم البورتريهات ورسم الأشخاص. ما خدتش كورس بقالي مدة يعتبر 5 شهور برسم. كنت بتعلم من على اليوتيوب وكده، يعني من فيديوهات على اليوتيوب. ما اكتفيتش اني ارسم على الورق، لا رسمت على الحيطه، وكانت خطوه صعبه بالنسبه لي. الرسمه هي الادوات اللي استخدمت بيها البرجل وبودره فحم وحبر قلم احمر. الرسم فرق معايا كتير، ان هو كان بيطلع الطاقه السلبيه اللي جوايا لما كنت ببقى زعلان وكده. ده زائد ان الرسم من ارقى الفنون اللي الواحد بيقدر يعبر بيها عن شعور. كده خلصت حلقتنا النهارده من اي نيوز، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. هنستناكم تتابعونا على السوشيال ميديا، وهنستنى الكومنتس بتاعتكم. باي باي.